السلام عليكم الأصدقاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم موروكو فوريفر. نتمنىكم وكعادتنا بألف خير وسلام. فيديو جديد الأصدقاء يستحق أنكم تشاهدوه. ما تنساوش أنكم تدعمونا باللايكات ديالكم، شجعونا من أجل أننا نستمر في النشر ديال المزيد من الفيديوهات. فالأصدقاء ما نطولش عليكم، نخليكم تشاهدوه ونتلاقاو إن شاء الله في النهاية. أشرف حكيمي نحو إنجاز تاريخي عربي لأول مرة. المنتخب المغربي في الدور الربع النهائي، أول منتخب عربي في التاريخ يصل إلى الدور الربع النهائي. وين؟ في قطر، في الدولة العربية الأولى اللي تنظم كأس العالم. فرحة كبيرة للمنتخب المغربي. الركراكي اللاعبين الكل محمد والله مبروك، ترشح والله يا خماسي ما شاء الله عليكم. ترشح كبير وتاريخي للمنتخب. المنتخب مع المنتخب يتيحوا مع المنتخب إما البرتغالي أو السويسري. فيها لعبة البرتغالي او السويسري اللي هو من بعد عندهم الارجنتين، اللي هما بعد يحيى بعد يلعبوا تو مع البرتغال سويسرا، ثم يجيوا من شيره فرنسا ولانجلترا. عديت اسبانيا من حقك باش تخمم بعيد ياسر. الدور الجاي يلعبوا اما مع البرتغال اما مع سويسرا في الدور الربع النهائي. خلينا نفرحوا. مبارك للمنتخب المغربي، انجاز تاريخي عربي افريقي. ما صارش ربع نهائي من السنغال ذولي 2002 الدور اخر دور ربع نهائي، وغانا 2010 اخر دور في بلاد نيلسون مانديلا، اخر دور ربع نهائي لمنتخب افريقي. وضياع كرة جيانا ساموال. المرة هذه ضربت الترجيح تخلي المنتخب المغربي في الدور الربع النهائي. أول منتخب عربي يكون في الدور الربع النهائي. حصل كبيرة للمنتخب الإسباني اللي عدى ماتش محترم يظل وعمل فرص أكثر من المنتخب الإسباني. على كل المغرب كانت خير بصراحة، المغرب كانت خير في الماتش فيها ولا لا فيها ولا. المغرب في الماتش ما جابتش فرص أكثر، ولكن قدمت الماتش وترشحت في ضربات. ما قدمتوش، خدته عن جدارة الماتش نتاعها. نحكيو فرص المنتخب، نحكيو فرص المنتخب الاسباني كان اقرب للتسجيل في الماتش هذا، ولكن ما نجموش. الحمد لله المغرب في الدور الربع النهائي في انتظار المنافس بعد شويه سويسرا البرتغال 8 متاع الليل. عادل يونس ديكتاتور. شكون اللي عمل الفارق؟ سيمون ولا عدم ما حضروش ضربات الجزاء المنتخب الاسباني؟ عادل يونس لا بلون ذاك حلو كما قال عتاب الشتالي قبيله، كرة على العارضة في دقيقة 123 لكنه تصدى. ثم المنتخب المغربي بروح كبيرة، روح قوية في الماتش، حتى ولو كانت اسبانيا اقرب للتسجيل، ولكن كومام 0-0 وشدوا وعملوا بعض الفرص ووصلوا لضربات الترجيح مع منتخب كان مش مرشح قبل كاس العالم، ولكن مردوده في دوري المجموعات ورى برشا كورة، برشا تمريرات، برشا متعة قديمة رجعت للمنتخب الاسباني. على كل اسبانيا خارج كاس العالم قطر 2022 نجم نقولوا نوعا ما اول مفاجآت الدور الثمانية. فايز شعبان لا مش مفاجآت بكل صراحة، قدام ما بين المنتخب المغربي يتصدر مجموعته أمام كرواتيا وصيف بطل العالم، وأمام بلجيكا اللي هو معناه عنده جيل تاريخي فشل في مسعاه للبروز في هذا المونديال وفي مونديالات أخرى. المنتخب المغربي منتخب عتيد بلاعبيه، بمدرب ولا يعمل جو كبير للاعبين. الركراكي ابن البلد، ما نجم نقولوا كان برافو للكرة المغربية اللي آمنت بحظوظها إلى الآخر ولا زالت تؤمن بحظوظها ولا زالت تصنع الأفراح والربيع في هذا المونديال. ربيع عربي باعتبار أنه أول ربع نهائي لبلد عربي في مونديال على أرض عربية. عادل يونس الركراكي مدرب المنتخب المغربي لو من قبل الدور هذا لو ديما تصريحاته نوصلوا دومي ونوصلوا فينال ونلعبوا ثقة كبيرة في وتحسوا صاحبهم مش ما تعودنا به. ديما الانترونور تلقاه ديما كابس روحه وجبد روحه وديما يحبك لي. اما هذا تحسوا لي كانوا صاحبهم، كانوا في الحوم. انت حتى كيفاش الفرحه صحيح كلام عادل، لانه خاصه المغرب ديما في السنوات الاخيره الكل مدرب اجنبي ورغم تعداه وراه جوارات. مش اول مره المغرب تعمل هكا افكتيف من 2018، ولكن ديما تتعدى بجانب الحدث سواء في افريقيا سواء في كاس العالم. يمكن كانت تستحق في مدرب من البلاد يعرف الطابع المغربي مع جوارات صعيب شويه. شيماء الجانب البسيكولوجي خاصة هو اللي يعرف يخاطبوا المدرب. نرجعوا لسي الشتالي اللي أنا ما غلطتش عليه، لكن عندنا معناتها من العائلة موجود. ونتذكروا الحكاية نتاع الضرب واللي ترماه وإلى غير ذلك. وخاطب النزعة الوطنية والواعظ الوطني في اللاعبية اللي لبوا نداء بطبيعة وحرك فيهم حاجة. راهو الكرة إلى جانب الساقين، راهو فما زادة معناتها فما محب وفما تشالنج، ويمكن هو باللغة نتاعو بالمنطق
الطاقم نتاع الكوارجيه عرف كيفاش يوصل الميساج هذايا، لانه سامحني ما نعرفش معايا ولا لا، فما منتخب فما معناتها في المغرب فما قبل لعبوا بملاعبيه اقوى من اللي شفناهم اليوم وما وصلوش. دونك يدور لي السر يكمن في انه المدرب ممتاز، وخاصه تفكروا انه عمل تغييرات في مقابلات فايته قلب بهم الموازين وربح الماتشات، واثبت بانه مدرب من فئه الكبار، مدرب يتدخل وسط الماتش ويبدل لك الريتم تاع الماتش، عنده قوه شخصيه. هي بشتل. والله بالنسبه لي انا السر اذا كان فما سر هي النوعيه الكاليتي نتاع ليفيكتيف. صحيح، ما نساوش راهو المغرب يظهر لي منتخب اوروبي لعبه كاس العالم 2018 للعرب هذه لا كاس العربيه وما كانتش كامله، ومشوا لعبت زاد الكان يظهر لي ما مشيتش بعيد، ما مشيتش بكل. علاش؟ خاطر في الزوز مسابقات ما جاوش ليفيكتيف اللي راهو فيه اليوم كامل بالانتعاشه وبالفورمه هذه. انا دونك نحط 90-95% من النتيجه اللي عملوها اللي هي خارقه العاده نحطها على الكاليتي نتاع ليفيكتيف اللي الكاليتي نتاع ليفيكتيف، خاطر كان تسميهم واحد وين يلعبوا ما ينجموش ما يعملوش اللي عملوه لي. صحيح. مع المدرب اثر كبير السنه يهز رابطه الابطال مع الوداد ضد الاهلي ويترشح مع المنتخب المغربي لدور ربع النهائي. يعني موسم تاريخي، موسم القرن، موسم القرن لمدرب عربي. فالشعبين الملامح تاعك مانيش فاهمها. لا الملامح فرحه ولا حسره خاطر مانيش غادي، ولا قل؟ بطبيعه الحال حسره خاطر جاتنا فرصه تاريخيه معناها بمساوئ كورتنا الكل. انا ما زلت ما كناش نجموا لا معليش ما يسالش. اما نقدموا خطوه، خلي كمل نقدموا خطوه في كاس العالم مهم جدا بالنسبه للاجيال الجايه. اذا باش نقعدوا هاو كورتنا وهاو ملاعبنا وهاو كذا معنا وين نمشيو. اما لا خليني نقول لك اللي الشوط اللي ضيعناه قدام استراليا دفعنا معناها ثمنه باهظ جدا. كنا نجموا نعملوا خطوه ذيك كانت مش تأدينا لضمن النهائي، ما يسالش بعدك حتى كان نخسر ومش مشكل. اما قدمنا خطوه، عملنا حاجه تقعد للاجيال، تصلح الكوره، تعطينا امل في هالمنتخب وفي هالكوره التونسيه. على كل انا نحب ناقف على اللي قالوا عتاب. لا كاليتي تكنيك دي جوار حاجه مهمه جدا لا جدال في ذلك، لكن اللمسه نتاع الرقراقي واضحه. اذا اعتبرنا أن المنتخب المغربي كان وحيد حليل أوزيتش في فتره معينه، وكان زياش وصراع، وكان زياش خارج المنظومه. اليوم اللاعبين هذوما اللي عندهم الكاليتي تكنيك كلهم انصهروا في بوتقه واحده وفي منتخب واحد ويقدموا افضل ما عندهم. برافو وليد الرقراقي، برافو وليد الرقراقي. كيف ما شاهدتوا معنا الاصدقاء، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تخليوا لنا الاراء ديالكم في التعليقات، فعلوا زر الجرس من اجل انه يوصلكم كل المستجدات اللي كتعلق بمروكو فوريفر. فتهلا في راسكم الاصدقاء، نتلاقاو في فيديو جديد بموضوع اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.